هاتي كيلو من الدقيق وتكوني دقيق استخدمتيه قبل كده وطلع معاكي كويس في المخبوزات، وحطي عليه معلقتين كبار من السمسم المتحمص، ضروري يكون متحمص، وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبي كل الخليط الجاف ده مع بعضه وسيبيه على جنب. وهنحتاج 550 جرام من السمنه، تقدري تستخدميها سمنه روابي او سمنه كريستال او سمنه بلدي، تكون مخلطه زي ما انا عملت كده. استخدمت ربع كيلو من السمنه البلدي وبقيه الكميه حطيتها من السمنه كريستال. هنزل بيهم في الحله وهسخنهم على النار، وبعد كده هنزل بيهم على الدقيق. لازم السمنه تكون سخنه للدرجه اللي انتوا شايفينها. هنا اللي بيحصل للدقيق ان هو بيتحمص مع السمنه لما بتكون سخنه، وحاجه تاني انه بيقعد معاكي فتره طويله جدا من غير الطعم ما يتغير ولا يحصل له اي حاجه. جبت الدقيق كله بالمعلقه علشان اضمن ان كل الدقيق اتغلف بالسمنه. وطبعا لو عندك عجان هنستخدم العجان، ولو ما عندكيش تقدري تبسيه بايديك. بتفضلي تعكيه كده بكف ايدك لحد ما تلاقي العجينه نعمت معاكي خالص. هنسيب العجان دلوقتي شغال على السرعه الاولى، وهنجهز الخميره. معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين سكر، تقدري تستخدمي كيس خميره فوريه. هسيبهم على جنب لحد ما الخميره تشتغل معايا شويه. هنا من عين الجمل تقدري تستبدليهم ببندق او فستق او لوز لو عندك، ولو ما عندكيش تقدري تستغني عن الخطوه دي خالص. معايا نص كيلو من الملبن. الملبن هنا يا جماعه لا هو ناشف اللي هو بيقطم ولا هو الطري اللي هو عامل عرق، ده ملبن وسط اسمه ملبن تاج الملوك، وده حلو معاكي قوي. ولا بينشف جوه الكحكايه وبيتحرق، ولا بيطلع طري خالص اللي هو لدرجه ان هو يبقى سايح. اخر الفيديو هعرفك ايه الفرق ما بين الملبن الطري وما بين الملبن الناشف اللي بيقطم. حطيت عليهم معلقتين من السمسم متحمصين كبار، وكمان حطيت معلقتين من عين الجمل اللي كنت جرشاهم معاكي، معلقه صغيره من السمنه، وبعد كده كورتهم زي ما انتم شايفين كده، حطيتهم في طبق وحطيتهم في التلاجة. نرجع بقى للكحك اللي سايبينه في العجان، بيتبس على اقل سرعه علشان ياخد حقه في البس كويس. واول ما تحسي ان العجينه بقت سايحه شويه هتجيبي ربع كوبايه الماء اللي كنا حاطين عليها الخميره. والخميره ما كانتش عامله الفوم ده ارجوكي غيريها. نديها عجنه كده حوالي دقيقتين. ومعايا كوبايه الا ربع من الحليب الدافي، ولازم يكون دافي. هنزل بنصهم وهستنى شويه لحد لما العجينه تشربها، ولما الاقيها محتاجه تاني هضيفهم. نوع الدقيق اللي انا بستخدمه ده او سنبله الفرات او الضحى بياخدوا نفس المقادير بالظبط. سيبه يتعجن كويس لمده دقيقتين كمان، وبعد لما افتح عليه زي ما انتم شايفين كده العجينه بسم الله ما شاء الله زي الملبن بالظبط. دي عجنتين كده بايدي علشان اجيب اللي من تحت كله، علشان اتاكد ان كله بقى اختلط كويس. وهعمل اختبار كده صغير ان انا هكور العجينه وهضغط عليها، ولا هلاقيها بتشقق ولا هلاقيها ناشفه. طبعا هتشتغلي فيه على طول مش هنركنه. ولو بتشتغلي لوحدك معكيش حد بيساعدك او بتسوي، فانت هتشكلي كل العجين وبعد كده هتسوي على طول. ومع اخر صاج هتشكليه هتلاقي ان اول صاج عملتيه بسم الله ما شاء الله ارتفع واختمر معاكي. وتقدري تشكلي بكذا نوع، بالمكبس او بالمنقاش او بالبصامه اللي تحبيه يعني واللي تفضليه. والافضل يعني انك تخلي المحشي ليه شكل والساده ليه شكل. انا بخلي دايما المحشي بيكون منقوش بالمنقاش كده زي ما انتم شايفين، اما الساده بحب اعمله بالبصامه. تعالي اقولك على اهم مشكله بتقابلك لما بتيجي تعملي الكحك اللي محشي ملبن، وهي ان الكحك بعد ما بيبرد بتلاقي الملبنيه من جوه ناشفه. يا جماعه ده ملهوش علاقه بنوع الملبن بيتكسر ولا بيشد ولا ليه عرق، هو ليه علاقه بالتسويه. كحك الساده بياخد درجه حراره متوسطه من 170 ل 190 عشان نتاكد انه استوى من جوه كويس ومش معجن. اما الكحك لو محشي بقى عجميه او محشي ملبن او محشي اي نوع، ده محتاج درجه حراره عاليه، لان حضرتك مش محتاجه تسويه من النص خالص، انت محتاجه بس انه ياخد لون من فوق ولون من تحت ويكون مستوي كويس. وفي المرحله دي لو عليت النار للكحك ابو ملبن هتلاقي من جوه الملبنيه طالعه طريه، لا فارق بقى ان هو بيتكسر ولا هو بيتمط ولا هو ليه عرق. تاني مشكله بتقابلك لما بتيجي تعملي الكحك ان لما بتيجي تسويه بتلاقي الكحكايه فرشت يعني بقت كبيره كده قد القرص. دي هنعالجها ازاي؟ في الاول اول ما بنعجن الكحك بندخل 3 او 4 كده الفرن ونختبرهم، لو طلعوا تمام خلاص بنشتغل على كده. طيب لو فرشت بعمل ايه؟ بلمها بربع كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من اللبن او الميه على حسب اللي انت استخدمتيه في اول الوصفه. يعني برضو سوي كحكتين او 3، لو لقيتيها ظبطت يبقى تمام واشتغل على كده. لو ما لقيتهاش لسه ولقيتيها لسه بتنفش يبقى برضو هتزوديها شويه لبن كمان. الحاله دي بيبقى في مشكله من الاثنين، يا اما حضرتك زودتي السمنه قوي يا اما نوع الدقيق بتاعك بيطرد السمنه، فملهاش حل تاني غير ان انت تزوديها شويه بشويه لبن. اهم حاجه بقى عشان يقعد معاكي فتره طويله محتفظ بنفس ريحه السمنه بتاعته، ما يكونش طعمه اتغير ولا اي حاجه، انك تحطيه في علبه محكمه الغلق. طب انا ما عنديش علبه محكمه الغلق، زي ما انا عامله كده طبق وتحطي من تحت كيس وبعد كده تقفلي عليه الاكياس. حطيه بقى في مكان يكون امن بعيد عن ايد الاولاد علشان ما يقعش يتكسر، ولا كمان في مكان يكون فيه روايح فيكرف مني. طبعا السكر بيتحط قبليها، لكن ما ينفعش ان احنا نحط السكر ونشيله، هتلاقي البسكوته معاكي رطبت وما بقتش احسن زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الكحكايه طلعت زي ما دخلت بالظبط بنفس حجمها، ما كبرتش قوي، هي نفخت بس لفوق حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت النقشه بتاعتها موجوده ومظبوطه. جربوها بالطريقه دي وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد.